من العدل حسب قوانين كيمت إن كل شخص ياخد حقه، لكن لازم تعرفوا إنكم جزء من قوة كيمت. توقفكم عن العمل بيضر بكل مصالح بلادكم، هيخليها أضعف قدام العدو. وقتها الهزيمة هتكون هي مصيرنا المحتوم، ومش هنقدر نتغلب على أي صعوبات غير لما نبقى إيد واحدة. أنا أمرت بصرف جزء من حقوقكم لحد ما أقدر أوفر لكم الباقي. عاش الملك رمسيس الثالث! عاش الملك رمسيس الثالث! بس كده لسه المشكلة ما اتحلتش يا سينو. ولا التوقف عن العمل كان صح من الأول، ولا ممكن يحل حاجة. واللي عمله الملك رمسيس الثالث حل مؤقت لكنه معذور. هيعمل ايه وكل الحدود فيها مشاكل والأعداء بيحوطوه من كل ناحية، وهو بيحارب في جميع الاتجاهات ولازم يحقق انتصارات. للأسف يا يحيى اللي بيحصل ده في منتهى الخطورة رغم انتصار الملك على شعوب البحر في بداية حكمه. مين شعوب البحر دول يا سينو؟ مجموعة من القراصنة اللي هجرت عن طريق البحر المتوسط، احتلت ودمرت عدد كبير من الممالك والدول ومنها دولة الحيثيين. ورغم هزيمتهم أكتر من مرة على إيد الملك إلا إنهم بيقدروا يجمعوا نفسهم من تاني ويهاجموا عدد من الدول اللي جنب كيمت ويسيطروا عليها، وده جدد الخطر من تاني. وطبيعي في وجود مخاطر زي دي كل حاجة في حياة شعب كيمت تتأثر. بقولك ايه يا سينو، أنا عاوز أسألك سؤال. هو أنت قدراتك في موضوع إنك تخفي أي شخص قدامك واصلة لحد فين؟ بتفكر في إيه يا يحيى؟ جاوبني بس يا سينو. لا واصلة لحد بعيد 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 أوي. أنا سينو اللي مفيش حاجة صعبة عليا. يبقى هنفذ اللي بفكر فيه ومازن هيساعدنا. مازن؟ هو فين مازن؟ معقولة كل ده حلم أو ممكن يكون مقلب من يحيى؟ بس ده لو مقلب، الناس دي كلها بتمثل عليا معاه. واحد عامل ملك والباقي عاملين عمال، مستحيل يكون مقلب. وبعدين دلوقتي لو أنا جوعت هاكل إيه؟ أكيد هنا مفيش سندوتشات جبنة رومي بالقشطة. مش كان زماني دلوقتي بتفرج على الماتش وبعدها اتصورت مع مو صلاح ومضالي على الكورة بتاعتي؟ كله بسببك يا يحيى. انت بتعمل ايه هنا؟ مش بعمل حاجة، أنا مازن صاحب يحيى. يحيى مين؟ وايه الشيء ده؟ يحيى صاحبي، ودي كورة تلعب. بص، حطها قدام رجلي واخبطها هتجيلي. ها، حلوة قوي. نادي لزمايلك عشان هشرح لكم ونقسم فرقتين.